أنا اسمي ياسر، راجل عشت حياتي كلها في الصحراء ما بين رمالها اللي ما بتخلصش وشمسها اللي بتحرق الجلد. من ساعة ما اتولدت في قرية صغيرة في قلب الوادي الجديد وأنا متعلق بالمكان ده. ريحة الرمل، صوت الريح وهي بتعوي وسط التلال، والسما اللي بتبقى زرقاء زي المحيط اللي عمري ما شفته. كنت بشتغل دليل سياحي، أخد الناس في رحلات سفاري وسط الصحراء، أوريهم الجمال بتاع المكان، من الواحات المخفية للصخور اللي شكلها زي تماثيل اتعملت بإيد فنان من أيام الفراعنة. 18 سنة قضيتهم في الصحراء، منهم 5 سنين مع الجيش في قوات حرس الحدود، والباقي كدليل سياحي. كل يوم كان مغامرة، بس كنت بحس إن الصحراء دي بتتكلم معايا، كأنها عندها أسرار مدفونة تحت الرمل، وأنا بس اللي بقدر أسمع همسها. شفت مواقف كتير، من عواصف رملية كادت تقتلني لمواجهات مع لصوص بيحاولوا ينهبوا السواح، لكن الموقف اللي هحكيه ده هو اللي غيرني من جوايا وخلاني أقسم إني مرجعش للصحراء تاني، وعلمني درس عمري ما هنساه، وهو إنك ما تاخدش عيالك معاك في رحلة للصحراء أبداً. كنت بقود رحلة سياحية في منطقة نائية اسمها وادي الحمراء، مكان ما بنروحلوش كتير علشان صعب الوصول ليه، بس اللي بيزوروا بيبهروا جماله. الرحلة كانت مكونة من 10 سياح، 5 كبار و5 عيال صغيرين، أعمارهم ما بين 8 و12 سنة. كنت المسؤول عن الأمن والإرشاد، معايا زميلي حمدي، راجل كان بيشتغل معايا من سنين وكان عيني التانية في الرحلات. كل حاجة كانت ماشية تمام، السواح كانوا مبسوطين، بيتصوروا جنب الصخور الغريبة ويضحكوا، والعيال كانوا بيلعبوا ويجروا في الرمل. في تالت يوم من الرحلة وإحنا لسه في قلب الوادي، بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. الريح كانت بتعوي بطريقة غريبة، زي صوت ناس بتهمس من بعيد، لكن ما كانش في حد غيرنا. السما كانت صافية، بس الجو كان تقيل، كأن في طاقة غريبة في المكان. قلت لنفسي يمكن ده بس إحساس أو تعب من الرحلة، بس حمدي كمان لاحظ نفس الإحساس وقال لي: ياسر، المكان ده فيه حاجة مش طبيعية، خلينا نرجع الجماعة للمخيم بدري. قبل ما نتحرك جت واحدة من الأمهات اسمها أميرة، وهي في حالة ذعر. قالت إن ابنها الصغير يوسف ابن ال9 سنين اختفى. كان بيلعب مع العيال جنب الصخور وفجأة ما بقاش موجود. بدأنا البحث على طول، قسمنا المنطقة، دورنا في كل حتة حوالين الصخور وفي الواحة الصغيرة اللي كانت قريبة، حتى طلعنا فوق التلال الصغيرة. مفيش أثر ولا صوت ولا خطوة رجل. الصحراء كانت ساكتة زي ما تكون بلعت الواد. الأم كانت هتتجنن، بتعيط وتصرخ: يوسف فين؟ ده كان هنا. حاولنا نهديها ووعدناها إننا هنلاقيه، بس من جوايا كنت حاسس إن في حاجة غلط. الصحراء مش بتخبي الناس كده من غير أثر. كلمنا المركز الرئيسي عبر الراديو وطلبنا دعم، بس قالوا لنا إن أقرب فرقة إنقاذ هتوصل بعد يومين علشان المكان بعيد قوي. في اليوم اللي بعده وإحنا لسه بندور، جت صدمة تانية. أب اسمه خالد كان معانا في الرحلة، بلغ إن بنته ليلى اللي عندها 10 سنين اختفت هي كمان، زي يوسف بالظبط. كانت بتلعب مع العيال وفجأة بقت زي الدخان، اتلاشت. المرة دي قررنا نراجع كل حاجة من أول وجديد. فتشنا الشنط، المخيم، حتى السيارات، مفيش أي إشارة. العيال اللي كانوا بيلعبوا معاهم قالوا إنهم شافوهم آخر مرة قرب صخرة كبيرة شكلها زي جمجمة، بس لما رجعنا للصخرة دي كانت فاضية، زي ما تكون الصحراء بتمسح أثرها بنفسها. الرعب بدأ يتسلل لقلوب الكل. السواح كانوا خايفين، والعيال الباقيين كانوا مرعوبين، معادوش بيطلعوا من خيامهم. حمدي قال لي إن في أساطير قديمة عن الوادي ده، إن في أرواح بتعيش تحت الرمل، أرواح مش بشرية، بتظهر للناس على شكل بشر عشان تخدعهم. ضحكت عليه وقلت له: أنت بتتفرج على أفلام رعب كتير يا حمدي. بس من جوايا كنت حاسس إن في حاجة مش منطقية خالص. في الليلة التالتة وإحنا قاعدين حوالين النار، بدأنا نسمع صوت غريب، زي همهمة جاية من تحت الأرض، صوت عميق، زي لو حد بيتكلم بلغة غريبة. الكل سكت والعيال بدأوا يعيطوا. فجأة
واحد من السواح اسمه مراد صرخ وقال إنه شاف ظل واقف بعيد قرب الصخرة اللي شكلها زي الجمجمة. جرينا كلنا نشوف، بس ما لقيناش حاجة غير الرمل. بس اللي خلاني أرتجف إني لمحت عينين بتلمع في الضلمة، عينين مش زي عيون البشر، كانت واسعة وسودة. تاني يوم قررنا نسيب المكان، قلنا كفاية، الوادي ده مش أمان. لكن قبل ما نتحرك حاجة وقفتنا مكاننا في نص المخيم، في نفس البقعة اللي كانت فاضية طول الليل. لقينا كومة عظام بشرية، لكن شكلها مش طبيعي، كانت محروقة ومتآكلة، كأن نار مش عادية أو مادة كيميائية قوية أكلتها. جنب العظام كان في كارت هوية عليه صورة صابر، واحد من العمال اللي كانوا معانا لحد ليلة امبارح. دلوقتي صابر ما بقاش معانا بأي شكل. الفزع كان هو المتحكم في الموقف. السواح حاولوا يهربوا، لكن حتى لما جربوا ما قدروش. كل العربيات كانت متعطلة تماما. قررنا نتصل بالمركز مرة تانية ونطلب فرقة إنقاذ، لكن الراديو ما كانش بيطلع غير تشويش غريب، كأن في حد بيتعمد يقطع الإشارة. وفجأة زياد، واحد من العيال، صرخ وقال إنه شاف صابر واقف بعيد، لكن ما كانش صابر اللي نعرفه. وشه كان أشبه بقناع وعينيه سودة بالكامل. جريت مع حمدي و3 من الرجالة اللي كانوا معانا وأخدنا السلاح بتاعنا. لما وصلنا للمكان اللي زياد قال إنه شاف فيه صابر، لقيناه فعلا واقف لوحده وسط الرمل. بس لما قربنا حسينا إن ده مش صابر. جسمه كان طويل بشكل غريب، وإيديه كانت مدلدلة لحد ركبه. لما بص علينا وجهه كان زي الجلد الميت، وعينيه كانت سودة زي حفر. ابتسم ابتسامة مرعبة وبدأ يتكلم بصوت مش بشري. انتوا كنتوا عايزين تعرفوا العيال فين؟ قالها وهو بيضحك بطريقة خلت الدم يتجمد. رفعنا السلاح بتاعنا وصرخنا عليه يقف مكانه، بس فجأة جسمه بدأ يتغير. ايديه بقت زي مخالب السرطان البحري، وجلده زي قشر الحشرات. بدأ يتحرك بسرعة غريبة زي العنكبوت، يزحف على الرملة بإيديه ورجليه. حاولنا نضربه بالنار، بس الرصاص كان بيعدي منه زي لو كان شبح. في لمح البصر المخلوق هجم علينا بمخلبه، شق جسم فتحي، وفي ثواني جلده ولحمه بدأوا يسيحوا قدام عينينا كأن حمض مغلي اترمى عليه. صرخاته شقت سكون الصحراء وخلت الدم يتجمد في عروقي. حمدي جري يهرب بجنون، لكن المخلوق كان أسرع منه، انقض عليه هو كمان، وفي لحظة لقيته مرمي على الأرض، جسمه بيسيح ببطء قدام عينيا. الرعب سيطر علينا، بس ما كانش فيه مهرب. حاصرنا المخلوق في منطقة ضيقة بين صخرتين، وكلمنا بقية الفريق يجوا يساعدونا. لما وصلوا كنا 9 ضد 1. كنت فاكر إننا هنقدر عليه، بس كنت غلطان. المخلوق ده ما كانش زي أي حاجة شفتها قبل كده. جلده بقى زي درع، والرصاص ما كانش بيأثر فيه. عينيه كانت بتلمع بنور أحمر، وكل لما يتحرك كان الرمل بيتحرك معاه زي لو الصحراء نفسها بتحميه. في النهاية المخلوق جرى ناحية الواحة واختفى وسط النخيل. حاولنا نتبعه، بس ما لقيناش أي أثر، زي ما يكون الرمل ابتلعه. لما رجعنا للمخيم كان السواح في حالة هلع. قررنا نكذب عليهم، نقول لهم إن ده كان لص حاول يهاجمنا وهرب. بس أنا وحمدي، أو اللي كان المفروض يكون حمدي، عارفين الحقيقة. في الليل وإحنا بنحاول نرتاح، لقيت واحد من السواح، راجل كبير في السن، كان بيقود رحلات زينا من سنين، جه وقعد جنبي. قال لي إن الوادي ده ملعون، إن في كيان عايش تحت الرمل مش بشري، كيان أقدم من الزمن نفسه، بياخد شكل البشر عشان يخدعهم، وبيصطاد العيال علشان يقدمهم قربان لكيان أكبر، كيان مدفون في قلب الصحراء. قال لي إن الكيان ده هيصحى يوم من الأيام وهيدمر كل حاجة، وهيخلي الصحراء مكان ما يعيشوش فيه غير أتباعه. الرحلة انتهت ورجعنا السواح للمركز، بس من غير يوسف ولا ليلى ولا صابر. أنا بطلت أشتغل دليل بعدها، وانتقلت أعيش في القاهرة.
بس لحد النهاردة كل ما غمض عيني بشوف عينين المخلوق ده، وبسمع همهمة الصحراء، وبحلم بالكيان ده وهو بيقوم من تحت الرمل جاهز يبلع العالم.